عندِك كوباية دقيق، تعالي بقى بسرعة كده نعمل بيها صوابع زينب بأسهل طريقة، شايفين الجمال والطعامة؟ حاجة كده بجد خطيرة، تحفة جدًا، مقرمشة كده من برّه وطرية وآخدة من الشربات كده من جوّه وريحتها قالبة الدنيا وطعمها خطير، بُصّوا عاملة إزاي؟ بجد تحفة جدًا، يالّا بقى بسرعة لايك وشير للفيديو عشان نعرف إيه بقى المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة هنعملها الشربات، أنا باحب الشربات يكون خفيف ما يكونش تقيل، فعملت كوباية ونُص من السكر، عليهم كوباية ونُص من المَيّة، تمام، ده الشربات الخفيف، الشربات التقيل بيبقى كوبايتين سكر، كوباية مَيّة، فكده هو متوسط كده وحلو، باقلّبه على نار متوسطة لحد ما السكر يبتدي يدوب ويبدأ يغلي معايا، فباروح عاملة إيه بقى، باروح جايبة نُص ليمونة عصراها عليه وبس كده، مش باقلّب فيه غير تقليبة واحدة بس، باقلّبه تقليبة واحدة وما باحطش فيه المعلقة تاني وباسيبه على نار هادية 5 دقايق، وبعد كده أطفّي عليه وأدّي له فانيليا ويبقى كده الشربات بتاعنا جاهز، تمام؟ نيجي بقى هنا لصوابع زينب، معايا كوباية من الدقيق، ربع كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة بس مش عليه أي إضافات، تمام، رشة من الملح وباقلّب الكلام ده كلّه مع بعضه لحد كده سهل، سهل جدًا ما فيهوش أي حاجة، تمام، بعد كده بقى باجي أجيب ربع كوباية من الزيت، إحنا قُلنا بقى هنعملها اقتصادية كده من غير سمنة ولا حاجة وهتطلع كمان أحلى من اللي بتتعمل بسمنة، المهم عندي إن إحنا هنبِث بقى الكلام ده كلّه مع بعضه، يعني هنغلّف الدقيق بالزيت، تمام، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. يعني أفضل وراها كده لحد ما أخلّي كل الدقيق يتغلِّف بربع كوباية الزيت اللي إحنا عملناها دي، تمام؟ سهلة خالص ما فيهاش أي حاجة، المهم ما تخلّيش أي دقيق أبيض قدّامِك، كلّه يكون متغلِّف بالزيت. بعد كده باجيب ربع معلقة صغيرة من الخميرة، مش عايزين نكتّر خميرة عشان ما تفرش معانا في الزيت، وربع كوباية مَيّة دافية وابدأ أعجن، واشوف لو احتاجت منّي مَيّة تاني هاضيف لها، ما احتاجتش يبقى هي كده تمام. سهلة ما فيهاش أي حاجة والعجن بتاعها مش عجن over يعني، إحنا هنعجنها بس كده يا دوب نلمّها، مش عايزين نعجنها جامد، تمام؟ أخدت معايا ربع الكوباية بالضبط وفوقيها كمان معلقتين من المَيّة. تمام، خلاص بقت عجينة معايا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، هاحطها بس كده في البولة واسيبها مش تخمر، هتستريح حوالي 10 دقايق كده عشان أعرف أشكّلها. بعد ال10 دقايق دول وطبعًا بنغطّيها، باجيب المبشرة وأبدأ آخُد كِوَر كده من العجينة بتاعتي وأبدأ بُصّوا أفردها على المبشرة بالشكل ده، وأروح بعد ما أضبّطها كده كإنّها مستطيلة، أروح لمّاها بالشكل ده ومقفّلة عليها من ورا، أخدت معايا الشكل بتاع المبشرة. هاقول لِك على أنواع أشكال كمان لو أنتِ حابة تغيّري وتعملي أشكال تانية غير الأشكال دي، أهو ده كده شكل. هاجيب دلوقتي بُصّوا شايفين الشكل عامل إزاي، هاجيب دي البصّمة بتاعة الكحك، هابدأ برضه أعمل منها شكل كده وشوفي بقى أنتِ الشكل اللي يريحِك اشتغلي بيه، هاخد برضه كورة من العجين وأبدأ أفردها بالشكل ده على البصّامة، وبعد كده أروح لمّاها ومقفّلة عليها من ورا، ما فيش أسهل ولا أبسط من كده خالص. شوفي بقى أنتِ الشكل اللي يريحِك اعمليه، شايفين عاملة إزاي؟ أهو بصوا الشكلين في فرق طبعًا بين الاتنين، شايفين عاملين إزاي؟ الأولانية بالمبشرة والتانية بالبصّامة، ودي كمان اللي هي القطّاعة اللي بتقطّع علينا الحاجات مشرشرة بتاعة البطاطس والجزر، برضه حبيت أورّيكم الشكل اللي ممكن نطلّعه منها وأنتِ اختاري براحتك زي ما أنتِ حابة. أهو شايفين؟ بس كده هاخلّص بقى الكمية اللي عندي كلّها، أشوف بقى هاختار أنهو شكل، أنا اخترت الشكل بتاع المبشرة عجبني أكتر، أكتر شكل عجبني، أنتِ اختاري الشكل اللي يعجبِك واشتغلي بيه، خلّصتهم بقى بالشكل ده، باروح جايبة طاسة على النار كده حاطة فيها شوية زيت حلوين، وأسخّنهم كويس وأبدأ إيه، أنزل بالصوابع بتاعتي بالشكل ده. الزيت يكون سخن والنار تكون متوسطة عشان تستوي معانا وتقرمش كمان تبقى مقرمشة كده من برّه، وإن شاء الله لمّا تنزل بقى في الشربات تبقى طرية من جوّه، لإن الشربات كمان هيدخل لها طبعًا من جوّه، بس الطبقة اللي من برّه هتبقى مقرمشة كده وجميلة. تاخد لون نقلّبها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. بس كده خلاص، خلصت معايا شايفين عاملة إزاي والرسمة بتاعتها موجودة أهي ما راحتش ولا أي حاجة، أبدأ أنزل بيها على الشربات اللي بارد، الشربات بارد وهي سخنة خارجة من الزيت زي ما أنتم شايفين كده. اوعي يكون الشربات سخن وهي سخنة، هتبقى إيه، طرية منِّك ووحشة جدًا، مش هتبقى حلوة خالص، لازم حاجة منّهم تكون باردة، فطبعًا الشربات يكون بارد وهي تكون سخنة كده خارجة من الزيت، نحطها على طول في الشربات شوية ونخرّجها على حسب ما أنتِ بتحبي الحاجة مسكّرة إزاي، يعني أنا بصراحة باقلّبها تقليبتين وباخرّجها على طول، تمام، أنتِ بتحبيها تبقى شاربة كويس كده من الشربات، سيبيها براحتك شوية كمان. حطيت بقى الجزء التاني وبدأت أحمّره بنفس الطريقة زي ما أنتم شايفين كده، النار بتاعتي تكون متوسطة بس الزيت يكون سخن.
تمام، ونفضل نقلِّب فيهم كده لحد ما كلّهم يلوّنوا وياخدوا لون. هاروح بقى جاية على طول مخرّجة الحلوى بتاعتي بقى أو صوابع زينب من الشربات، تمام، واصفّيهم وخلاص على كده هاقدّمهم، بس كده ده الشكل النهائي. رصيتها بقى في طبق التقديم وحطيت عليها شوية من الفستق الكدّاب اللي عملناه مع بعض وورّيتكم طريقته، بس كده سهلة، سريعة، بسيطة، ما خدتش معانا وقت. بُصّوا بقى عايزة أورّيكم قد إيه هشة من جوّه، بُصّوا هشة جدًا، جدًا، وشاربة كده من الشربات وطرية كده من جوّه ومقرمشة زي ما أنتم شايفين من برّه كده وطعمها خطير.